السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل التحلية الجميلة دي ان شاء الله تعجبكم. مش مكلفة ابدا وجميلة ومنعشة كده. مكوناتها بسيطة وان شاء الله متوفرة. طيب انا معايا المكون الاساسي هنا هو البطاطا. عملنا قبل كده مهلبية النسكافيه والقرع والتمر، وعملنا المهلبية العادية، يعني كذا نوع. النهارده بقى هنعمل مع بعض مهلبية، وعملنا مهلبية الشوكولاتة كمان. هنعمل المرة دي البطاطا. طيب انا معايا بطاطا هنا صغيرة زي ما انتم شايفين كده. المفروض الكمية اللي انا هحتاجها هحتاج نص كيلو على المقادير اللي انا هقولها دي، او المكونات اللي انا هقولها لكم دي. انا غسلتها كويس وقطعتها وسلقتها بالشكل ده كده. وعلى فكرة لو ما عندك يعني متوفرة مشوية برضو مفيش اي مشاكل، بس انا حسيت ان دي اسرع وكمان علشان صغيرة. طيب قشرتها، ومعايا كوبايتين من الحليب وكوبايه من الميه ومعلقتين كبار هرميين من النشا ومعلقتين سكر. والسكر طبعا ده حاجه يعني حسب اختيارك انت او حسب ذوقك انت. لو حباها يعني انت هتدوقيها وانت شغاله. طيب انا هاخد البطاطا اللي معايا احطها في الخلاط، وطبعا حطيت نقطه فانيليا سايله في الميه اللي معايا. هاخد البطاطا احطها في الخلاط. الفانيليا انا حبيت اوريها لكم اهي. وهحط عليها الحليب واضربها كويس في الخلاط واصفيها بالشكل ده كده، واخدها على النار بقى كده، واشغل عليها النار هاديه. وهنا هبدا اقلب بقى كوبايه الميه مع السكر مع النشا، علشان السكر يدوب اللي معايا والنشا كمان، وتكون هي دخلت في الغليان زي كده. خلاص بدات تدخل في غليان زي ما انتم شايفين من الجناب كده. بنزل بقى بالخليط اللي انا عملته من النشا والميه والسكر. وبفضل اقلب بشكل مستمر وايديا فيها ما سيبهاش ابدا، علشان سهل ان هي تتكتل في الارضيه او تلزق في الحله وتديني نتيجه مش كويسه. فبقلبها بشكل مستمر. هي خلاص اهي يعني بدات تغلي غليان سريع، وكده خلاص بقت جاهزه معايا. ببدأ اقدمها بقى في الاطباق زي ما انت عايزه. لو حابه تزينيها بمكسرات او جوز هند، بس مهلبيه البطاطا بالزيت يعني بحس ان هي طعمها كده تبقى لوحدها كفايه، عامله زي البيوري بتاع البطاطا. هقدمها بالشكل ده كده، وهتشوفوا قد ايه قوامها ناعم معايا وجميل. وشكلها كمان حلو قوي ومش مكلفه، يعني كوبايتين لبن ومعلقتين 3 سكر معلقتين نشا، مش حاجه. وطبعا البطاطا متوفرة دلوقتي وسعرها مش وحش، يعني جميلة جدا اهي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وارجوكم لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا والفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش ان المهلبية دي سعراتها الحرارية عالية عشان فيها نشويات كتير. باي.